السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا النهارده هنعمل مع حضراتكم احلى واطعم وصفه للجاتو شاتو، هي المقربه لقلبي. وصفه الجاتو شاتو بطعم الفراوله، انما ايه عظمه بجد يا بنات، خطيره. بتمنى تجربوها، وان شاء الله باذن الله واثقه انها تعجبكم وهتعجب اولادكم وهتشرف حضرتك في اي مناسبه. على فكره الوصفه دي هتستخدميها في مناسبات جايه كتير. بتمنى تجربيها. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. احنا النهارده هنشتغل في شفشق الخلاط. اول حاجه هننزل فيه نص كوبايه من السكر، وهنا كوبايه من الحليب. الحليب هنا كان مغلي، وهنا باكت من الجيلي بطعم الفراوله، وهنضربهم كويس جدا. بصوا بقى الغلطه اللي انا عملتها ان انا ضفت الزيت، لا اضربي كويس جدا علشان حبيبات الجيلي تدوب مع حضرتك، وبعد كده انزلي بالزيت خيط يا بنات. يبقى انا قلت اول غلطه اهو علشان حضرتك تعمليها احسن مني. انا هنا استعجلت وحطيت الزيت. اتضرب معايا، بس بصراحه وللامانه والمصداقيه ان هو كان فيه حبيبات من الجيلي ما كانتش اتضربت. شلت كوبايه منه على جنب. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت نقطه من اللون الطعام الصحي عشان اللون يبقى زي ما حضراتكم شايفينه كده مبهج. نزلت بقى بثلاث بيضات. انا هنا نزلت بثلاث بيضات عشان البيض كان عندي بلدي وكان صغير. طبعا طالما في بيض يبقى معلقه من الخل ومعلقه صغيره من الفانيليا، اي نوع فانيليا سايله او باكت. وهنا حطيت كوبايه من الزبادي. حضراتكم عارفين ان انا لازم الزبادي في اي معجنات او اي كيكات، بيفرق جدا في هشاشه الكيك يا بنات. هنضربهم كويس جدا. هنيجي بقى المكونات الجافه. هنضيف نص كوبايه ونص من الدقيق، هننخلهم كويس جدا مع كيس كيك شيف، ونص كوبايه من نص معلقه من الكربونات الصودا. هنقلبهم كويس جدا، وهننزل على الخليط السائل على 3 مرات. طبعا الخليط السائل ضفناه في بوله، ونزلنا بالدقيق على 3 مرات. طبعا مره هنقلب في اتجاه واحد، مره هنقلب معلش، هنقلب الدقيق في اتجاه واحد. دي القواعد اللي لازم نقولها في كل صينيه كيك. تقليب في اتجاه واحد علشان الكيك ما يهبطش من حضرتك، وهتنزلي بالدقيق على 3 مرات. هتقلبي اول ما الدقيق يختفي هتنزلي بالبقيه الدقيق لحد ما يخلص. انا برضو هنا ضفت، ده اختياري، نقطة من اللون الطعام الصحي اللي هو اللون الأحمر. برضو بحس كده باللون المبهج كده، وبتشد أو بتجذب الأطفال ليه. هنقلبهم كويس جدا. الخليط بيبقى زي ما حضرتك شايفاه، لا سايل ولا تقيل. بس هنجيب صينيه مقاس 26، هنبطنها. انا بحب قوي ابطن الصواني بالزبده او السمن، بتفرق جدا ان الكيك بيخرج معاكي بسهوله. ولو ما فيش عادي ممكن تبطنيها بالزيت. وبعد كده هنبطنها بالدقيق، وهننزل بالخليط، وهنجيب خله هنيجي بيها رايح جاي كده بس عشان الصينيه كلها تبقى سوا واحد. هنحطها على درجة حرارة 180. طبعا الفرن ساخن مسبقا. قعدت معايا نص ساعة. بخرجها تبقى بالعظمة اللي حضراتكم شايفينها دي. بسيبها لما تهدى خالص، وبجيب الخلة واخرمها كده او اعمل لها ثقوب فيها. وهنسقيها بكوباية من الحليب. انا هنا ما ضفتش للحليب اي حاجة. خلاص اتشربت الحليب. جبت كوبايه من الكريم شانتيه. انا بقول لكم انا كنت ضرباه ومجهزاه، معلش اللقطه دي ما جاتش في الكاميرا. كوبايه كريم شانتيه خام او بسكر عادي. هنا كان انا جبت كوبايه كريم شانتيه خام، ضفت ليها كوبايه من اللبن المثلج او الميه المثلجه، وتضربيهم كويس جدا، وهتبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه. حطيته بقى على الكيك وفردته كويس جدا باي سباتيولا او اي حاجه عند حضرتك. بعد كده بقى حطيتها تتشمع في التلاجة 10 دقايق، وبعد كده خرجتها. نزلت عليها بقى بكوباية، الكوباية اللي احنا كنا شايلينها على جنب فاكرينها. ابتدت بقى. بصوا هنا العيب بقى حضراتكم ممكن تاخدوش بالكم منه. هنا الحبيبات كان في حبيبات، بس لو حضرتك هتضربيه في الحليب الاول كويس جدا قبل اضافة الزيت مش هتشوفي الكلام ده. هنا فردت الكوباية، بس والله كان طعمها خطير. وكنت سايبة شوية كريم شانتيه على جنب، خففتهم بمعلقة حليب، ونزلت بقى خطوط كده او اي اشكال حضرتك تحبيها. التشكيل او التزيين ده ده بيبقى حسب مزاج حضرتك، يعني الشكل اللي يريح حضرتك. انا عملت خطوط بالعرض كده، وجبت خلة ونزلت بيها رايح جاي. يعني ادت معايا الشكل ده او طلعت بالشكل ده. حضرتك تعملي. وجبت بقى كان عندي فراولة حطيتها، ممكن حضرتك تزينيها بأي شكل.
ايه رأيكم بقى؟ طلعت العظمة دي بجد، كانت خطيرة، وكل اللي أكل منها بجد شكر فيها يا بنات. بتمنى تجربوها، وقلنا كل العيوب اللي ممكن تصادف حضرتك وما تقعيش فيها، وإن شاء الله هتعجبكم. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، دعوة حلوة كده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.